من بعد مجاعة البطاطس بقى والأحداث في أيرلندا خدت منحنى مختلف تماما، وكأن المجاعة دي كانت الشرارة لبداية المقاومة والنضال ضد المحتل البريطاني. وفي سنة 1848 وفي ظل المجاعة حصلت ما يعرف بثورة شباب أيرلندا. مجموعة من الشباب الأيرلندي زي ويليام سميث أوبراين وتوماس فرانسيس اتأثروا بالثورات اللي حصلت في أوروبا السنة دي، وقرروا إن هم يعملوا تمرد ويكونوا ما يشبه العصابات المسلحة. لكن يفشل التمرد ده بسبب قلة الإمكانيات وحال البلد وقت المجاعة وبرضه نفوذ بريطانيا وقتها. وبعد 10 سنين وبالتحديد سنة 1858 واحد كده اسمه جيمس ستيفنز أسس جماعة الإخوان الجمهوريين الأيرلنديين. هي اسمها كده ما تستغربش. وتأسس معاهم حاجة كده اسمها أخوية الفينيان في الولايات المتحدة. الجماعة دي كان هدفها الوحيد إنها تعمل جمهورية أيرلندا المستقلة. وبدأ التخطيط للموضوع ده سنة 1865 عن طريق إن هم يجمعوا فلوس وسلاح وإن هم يجذبوا المحاربين القدامى علشان يكونوا جيش التمرد اللي إن شاء الله يحررهم من بريطانيا. وفي سنة 1865 بدأ التمرد الفعلي، لكن وبسبب سوء التنظيم والإمكانيات يفشل التمرد تاني. لكن المختلف المرة دي إن المتمردين كانوا بيعملوا عمليات خارج حدود أيرلندا، زي التفجير اللي حصل في لندن والهجوم على عربية ترحيلات اللي حصلت في مانشستر. وفي مطلع القرن العشرين وتحديدا سنة 1916 حصلت حاجة مهمة جدا.